زهقتي من كل الوصفات؟ احنا كمان زهقنا. كل يوم هنعمل اكل ايه؟ كل يوم هنعمل على الغدا ايه؟ النهارده بجد جبت اللحمه وقعدت اتفرج عليها. طب هعمل ايه؟ زهقت من الوصفات كلها. سلقتها وحمرتها وشويتها وسلقناها وعملنا كل الوصفات وكمان شوحناها ورميناها. طب هنعمل ايه؟ هنعمل النهارده صينيه حلوه جدا، صينيه جامده بجد، طعم كده خرافي جدا شبيه بالمندي لكن بطريقتي، طريقه هبه تيفي. طريقه هبه تيفي للاكل البيتي. لايك وشير واشتراك قبل ما نبدا الفيديو. عندي هنا كيلو الا ربع من اللحمه، قطعتها كده شرايح يعني لا سميكه ولا رفيعه قوي، يعني دايما كده في الوسط علشان تبدا السوا بتاعي معايا يبقى سواها ما بياخدش وقت معايا كتير. وكمان ضفت عليها معلقه من الملح، معلقه من الزعفران، 3 معالق من الزيت، وبدات ان انا اقلب بقى اللحمه بتاعتي بالشكل ده. جبت بقى حله وبدات ان انا احط فيها شويه من الزيت. انا هنا محتاجه اللحمه بتاعتي تاخد صدمه مش اكتر، يعني انا محتاجه اللحمه تاخد لون وكمان تاخد صدمه علشان ده بيفرق في الطعم قوي. هنبدا بقى ان احنا نضيف عليها التوابل بتاعتنا. عندنا عود من القرفه، ورق من اللورا، وكمان عندنا ليمون مجفف. ضيفي عليها كده بصله مبشوره، عندنا طماطميه صغيره، وكمان قرن فلفل. وقلبي بقى اللحمه بتاعتك كويس قوي وغطيها وسيبيها على النار لمده 10 دقائق. بعد ال10 دقائق بقى هنبدا ان احنا نكمل بقى بقيه الوصفه بتاعتنا. كده اللحمه اخدت 3/4 سوا. هنعمل ايه لو محتاجه ان انت تسيبيها على النار كده وهتاكليها بدون ما تعملي جنبيها اي حاجه؟ فكمان سيبيها على النار لمده 10 دقائق على نار هاديه جدا، وبعد كده اطفي عليها النار وبالف هنا وشفا. لكن هنا انا محتاجه ان انا اعمل شوربه، فضفت عليهم كده كوبين من الميه وسبتهم كمان على النار لمده 10 دقائق. بعد كده خرجت اللحمه وصفيت الشوربه تماما، وهنبدا بقى نجيب حله تانية. ضفنا هنا في الحله شويه من الزيت، عندنا ورق من اللورا، عندنا كمان عود من القرفه، حبهان، وكمان عندنا ليمون مجفف. قلبيه كده لمده دقيقه على النار، وبعد كده ضيفي بصله كبيره مبشوره، عندنا كمان فلفل، وهنبدا بقى ان احنا نقلبه كده. ده اختياري، ان انت حابه تحطي الجزر مفيش مشكله، مش حابه خلاص تقدر تستغني عن الجزر تماما. لكن هنا الجزر هنا وصفه اساسيه في وصفه الايه، في الوصفه دي. فاحنا هنضيف كده جزر ونقلبه، بعد كده نضيف عليهم كوبين ونص من الميه. سيب الميه كده او الشوربه بتاعتك تغلي كده لمده 5 دقائق لحد ما تتبخر نهائي، وبعد كده هنضيف عليهم كوبين 2 من الرز البسمتي. طبعا الرز البسمتي انواع كتير، لكن هنا انا بجيب الحبه الطويله دي، بتفرق في الشكل وكمان بتفرق في الطعم. الرز البسمتي هنا تغسليه وتنقعيه كويس جدا وتصفيه من الميه، وبعد كده هضي فيه ونروح بقى مغطينه بورق من السلوفان. انا هنا هغطي الحله بتاعتي تماما بورق السلوفان، وبعد كده هنضيف عليه اللحمه. هعمل بس بيها كده ايه فتحات بسيطه كده بالعود بتاع الشيش طاووق ده علشان خاطر البخار. انا هنا محتاجه ان البخار يطلع على اللحمه ويديله كمان طعم. اللحمه عندي مستويه جدا، لكن الريحه كده او الرز اللي لما بيطلع على اللحمه بيديله طعم مختلف تماما. شايفين الرز عامل ايه؟ تحفه بجد، ولون جديد وطعم جديد وحاجه كده ليها قيمه غذائيه للاولاد. تخيلوا لما تحطوا رز مع جزر مع توابل، فالطعم كده بيبقى حلو قوي، وكمان القيمه الغذائيه بيبقى طعمها حلو قوي. هنا انا كان عندي شويه مكسرات، فبدات ان انا ايه احمصهم كده على النار كده لمده دقيقتين، يا دوبك ان هو اللون بتاعهم يبدا ان هو يتحمص ويطلع لي الرطوبه اللي موجوده جوه المكسرات. فشلت المكسرات بعد ما حمصتها، وبدات ان انا بقى ايه احط مكانها قطع اللحمه. قطع اللحمه هنا انا محتاجه تاخد لون، لان اللون هنا بيفرق كمان في الشكل مع الرز، ولما تقدميه بيبقى الطعم حلو جدا. جيبي بقى صينيه وحطي فيها الرز بتاعك، وبعدين حطي عليها قطع اللحمه وشويه المكسرات، وكلي بقى احلى طريقه، احلى من المندي كمان. طبعا طريقتي المندي مشبهه شويه للطريقه دي، لكن هنا انا بقول لك بجد الطعم هنا خرافي جدا، توفير في الوقت، مجهود، وكمان حاجه حلوه للاولاد، تغيير شويه. وقدميه بقى مع شويه مايونيز، حبه كده من الطحينه، تقدري ان انت تحطيه اطباق كده للاولاد. بجد الوصفه دي عجبتني جدا. ما تنساش بقى تكتبوا لي في التعليقات لو حابين الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تكون صامته، فما فيش مشكله اكتبوا لي، ومحتاجه منكم بقى كومنت حلو وتعليق حلو منكم. واشوفكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد من حلقات هبه تيفي.